سامعين صوت القرمشه الحلو الجبار ده؟ طب شايفين اللون الذهبي القمر ده؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض تشيكن وينجز باحلى واطعم تتبيله ممكن تدوقوها. اكله موفره واقتصاديه وكمان لذيذ. لو اول مره بتشوفيني انا ايه عبد اللطيف ودي صفحتي، يا ريت تعملي لي متابعه. يلا نشوف عملناها ازاي، بس في البدايه نصلي على الحبيب وتشجعيني بكومنت حلو زي كده. معايا اجنحه فراخ متنضفه ومغسوله كويس جدا بالشكل اللي قدامكم ده. شايفين الجناح حلو ومليان ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف التتبيله بتاعتي. هحتاج للتتبيله بتاعتي كوبايه دقيق وملح وفلفل وتوابل فراخ وبابريكا وكركم وحبه بيكنج باودر صغيرين كده نص معلقه و7 بهارات، ولو حابين هتبقى سبايسي هتحطوا نص معلقه شطه. هنقلبهم مع بعض كده، وبعد كده نجيب كوبايه ميه ننزل بالميه ونقلب لحد ما نوصل لعجينه سايله كده زي العجينه بتاعه القرنبيط زي ما انتوا شايفين بالشكل والقوام ده. بعد كده بقى هرمي فيها الاجنحه واقلبهم كويس واتاكد ان الاجنحه اتغلفت بالتتبيله الجميله بتاعتنا دي. اقلبهم وادخلها التلاجة شويه حلوين كده، يستحسن من 2 ل3 بقى كده. وبعد كده اعمل التغليفه بتاعتها. هجيب كوبايه دقيق وعليهم 3 معالق نشا كبار، وانزل بنفس التوابل اللي انا حطيتها على التتبيله هحطها برضو على الغلاف بتاعي من بره. هقلبهم كويس مع بعض. هخرج بقى الاجنحه بتاعتي من التتبيله وانزلها على الدقيق واقلبها كويس جدا، واتاكد ان كل جناح متغلف بالدقيق والنشا كويس جدا. وانا هديها تنفيضه بقى بسيطه كده، وبعدين انزلها في قلب زيت يكون غزير وسخن جدا عشان الكفر بتاعي ما يفكش مني. هتقعد حوالي ربع ساعة كده على ما تستوي وتاخد اللون الذهبي الجميل ده. وبعد كده اخرجها على شبكة واقدمها وبألف هنا وشفا.